السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. محمد صلاح، فخامة الاسم تكفي، الفرعون المصري. هوايتكم تطلع من الفيديو ده يا جماعة كأنكم متربيين أو كأنكم دي زي ما يكونوا متربيين مع محمد صلاح، ليكم 20 سنة تعرفوه. هتستفيد جدا وتعرف حكاية محمد صلاح من الألف للياء، وحاجات محدش قالها قبل كده ومحدش يتكلم عنها قبل كده. يلا نبدأ. في البداية اللايك المتين، الإعجاب المتين يا جماعة، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مبدئيا كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد صلاح يا جماعة اسمه بالكامل محمد صلاح حامد محروس غالي. طبعا اللاعب ده ليه أخ وأخت. الأخ اسمه ناصر صلاح، والأخت دلوقتي اسمها رباب رباب صلاح، ودلوقتي سيدة أعمال معروفة حاليا في مصر. لعب صلاح طبعا العديد من الأندية، أولهم نادي المقاولون العرب في مصر، وبعد كده روما الإيطالي وفيورنتينا الإيطالي وليفربول وتشيلسي الإنجليزي. وكان طبعا هناك عديد من الفرق تتنافس على ضم محمد صلاح. نشأته وطفولته طبعا. نشأ محمد صلاح في أسرة بسيطة مكونة من أب يعمل في التجارة كغالب الشعب المصري، وأمه طبعا ربة منزل. واتكلمنا عن أخوه ناصر صلاح وأخته طلع رباب صلاح اللي هي زي ما قلنا سيدة أعمال حاليا. لم يساعد الحظ محمد صلاح للالتحاق بأي جامعة، بل فضل الانضمام طبعا إلى معهد اللاسلكي بسبب الظروف المالية المتعثرة طبعا والصعبة اللي عاشها محمد صلاح، بجانب طبعا إلى عشقه كرة القدم، ودي منعته طبعا من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، بسبب ان هو طبعا فضل البقاء في القاهرة من اجل الانضمام الى نادي المقاولون العرب. الحياة الشخصية والعاطفية بالنسبة للنجم محمد صلاح مفيش حاجات كتيرة، لا يملك كثير طبعا محمد صلاح عن حياته العاطفية، لأنه تزوج بشكل مبكر طبعا في سن مبكر من ناجي محمد صادق زميلته طبعا في الدراسة، وأنجب منها طفلتين، الأولى اللي هي مكة سنة 2014 والثانية اللي هي كيان سنة 2020. بداية مشواره الكروي، بدأ محمد صلاح لعب كرة القدم في مرحلة الطفولة، أو بداية مشواره طبعا سنة 2004 تحديدا في مركز شباب اتحاد بسيون، ثم نادي عثماثون في طنطا، قبل أن يذهب طبعا إلى اختبارات نادي المقاولون العرب وتم قبوله ليصبح طبعا من ناشئين النادي في 2006. وكانت أول محطاته الإبداعية اللي هو المقاولون العرب. خاض محمد صلاح طبعا أول مباراة ليه في الدوري المصري سنة 2010، وكان عنده 18 سنة في وقت المباراة دي، وكانت أمام نادي المنصورة، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وشارك بديل في هذه المباراة. في موسم 2010-2011 أصبح لاعبا أساسيا طبعا في نادي المقاولون، وسجل أول أهدافه في الدوري طبعا في ديسمبر 2010 أمام النادي الأهلي، وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف. مرحلة طبعا بزوغ النجومية، كان صلاح على وشك الانضمام إلى نادي الزمالك بعدما بدأ التألق بالدوري المصري، ولكن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها رفض الأمر، وقال لك عنه، قال لك إن لاعب متوسط جدا وليس لديه الإمكانيات الكافية ليلعب للفارس الأبيض. بعد هذه الواقعة الشهيرة بفترة بسيطة انضم محمد صلاح طبعا إلى نادي بازل السويسري قادما من المقاولون العرب سنة 2012، وهنا بدأت طبعا فترة ظهور اسمه في أوروبا، فقد قدم مستويات مميزة مع أحد عمالقة أندية سويسرا، وحصد معهم طبعا لقب الدوري مرتين. ومن بازل ذهب إلى تشيلسي طبعا في 2014، وهنا انخفضت نجوميته طبعا قليلا لأنه ظل حبيس دكة البدلاء. الله يمسيه بالخير جوزيه مورينيو كان جاب محمد صلاح من بازل السويسري عشان يموته، بس حطه على دكة البدلاء ما شافش الملعب خالص، قبل أن يذهب طبعا معار إلى فيورنتينا في شتاء 2015. في إيطاليا ظهر محمد صلاح طبعا مع فيورنتينا، وعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى، خاصة عندما انضم إلى روما الإيطالي روما الإيطالي معارا في صيف 2015 قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، وقام نادي الذئاب اللي هو نادي روما بشراء بعقد من البلوز سنة 2016. تألق محمد صلاح طبعا بشكل ملفت وبشكل كبير جدا في نادي روما الإيطالي، وبدأ بزوغ نجمه في أوروبا قبل أن ينضم إلى ليفربول الإنجليزي 2017، ومن هنا أصبح واحد من أساطير كرة القدم في القارة وفي العالم، وأسطورة للريدز ليفربول الإنجليزي.
أما مع المنتخب المصري فلم يحالف الحظ صلاح طبعا في حظ أي بطولة مع الفراعنة، ولكنه ساهم في التأهل طبعا لمونديال 2018 كأس العالم 2018 في روسيا بعد ما سجل ضربة الجزاء الشهيرة قدام منتخب الكونغو في مرحلة التصفيات. كما حصل محمد صلاح على المركز الثاني مع منتخب مصر في بطولتي كأس الأمم الإفريقية عام 2017 و2021، بخلاف لعبه طبعا مع منتخبات الشباب بالطبع في مختلف الفئات العمرية. الجوائز والألقاب الفردية لمحمد صلاح: أفضل لاعب صعد في أفريقيا 2018، أفضل لاعب صعد في دوري السوبر السويسري 2013، هداف تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2014، لاعب الموسم في روما 2015، جائزة صحيفة الهداف لأفضل لاعب عربي 3 مرات خدها، جائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر مرة، الأسد الذهبي لأفضل لاعب في إفريقيا، جائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي خدها مرتين، جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام خدها مرتين، لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي خدها 11 مرة، لاعب العام في إنجلترا مرتين، هداف الدوري الإنجليزي خدها 3 مرات، جائزة بوشكاش 2018 خدها مرة، لاعب العام في ليفربول سنة 2018 و 2024 خدها مرتين يعني، لاعب العام في بازل خدها مرة، قائمة ال100 شخصية الأكثر تأثيرا في أفريقيا حسب مجلة نيو أفريكان 2018 خدها مرة، المواطن الفخري لجمهورية الشيشان خدها مرة، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم للأندية خدها مرة مع ليفربول، أيضا جائزة لوريس العالمية للإلهام الرياضي خدها مرة، جائزة القدم الذهبية الحذاء الذهبي خدها مرة، جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا المقدمة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات كرة القدم خدها أيضا مرة. أما الألقاب والإنجازات الجماعية محمد صلاح: الدوري السويسري مع بازل السويسري خدها مرتين، الدوري الإنجليزي مع ليفربول خدها مرة، دوري أبطال أوروبا مع ليفربول خدها مرة، كأس العالم للأندية مع ليفربول خدها مرة، كأس السوبر الأوروبي مع ليفربول خدها مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول خدها مرة، وكأس الرابطة الإنجليزية ليفربول وتشيلسي خدها 3 مرات، وكأس الدرع الخيرية مع ليفربول أخذها مرة. وأيضا لازال صلاح طبعا يواصل كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية، وقد نشاهد أنه في السنة الأخيرة اللي احنا فيها دي طبعا إن شاء الله يحصل على بطولة الدوري الإنجليزي وأيضا بطولة دوري الأبطال. خلينا أقول لكم طبعا خلاصة للبطاقة التعريفية لمحمد صلاح. الاسم: أول حاجة محمد صلاح حامد محروس غالي زي ما اتكلمنا. اللقب: مو صلاح أو الفرعون أو فخر العرب أو الكينج المصري. تاريخ الميلاد 15 يونيو 1982، يعني أصغر مني بسنة. الله عليك يا فخر العرب. مكان الميلاد زي ما قلنا قرية نجريجة التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية. الجنسية مصري. الزوجة ماجي محمد صادق. مركز اللعب جناح. الطول 175 سم. الأبناء مكة وكيان. مكة زي ما قلنا 2014 وكيان 2020. ده يا جماعة كل ما يخص محمد صلاح من الألف للياء بطاقة تعريفية لمو صلاح فخر العرب. انتظرونا في فيديوهات تانية. كان معكم قناة تحليلاتكم. ما تنسوش زي ما قلنا لأجل عيون أبو صلاح الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.